الناس يا دكتور احمد دلوقتي بيقول لك انا معدتي تعباني او حاجه، فانا حسيت ان معدتي تعباني فانا هتجه للاكل السهل. فاغلب الاكل السهل عند الناس يقول لك انا هشرب كوبايه لبن ساقع عشان تهدي لي الجهاز الهضمي، او هتهدي لي الحرقه اللي عندي دي، او هاكل زبادي. ده الزبادي ده اسهل اكل في الدنيا. على العكس بقى ان في ناس بتاكل الاكل ده وهي فاكره انه هيريحها، بتيجي برضه وتتعب منه بزياده. فتفسير برضه حضرتك ده ليه؟ يعني دي ما يطلق عليه حساسية اللبن أو حساسية الألبان. تمام. دلوقتي اللبن فيه سكر اسمه اللاكتوز. تمام. اللاكتوز ده سكر ثنائي دايسكرايد. تمام. ما بينزل في السمول انتستين في الأمعاء الدقيقة مفروض بيتهضم بإنزيم اسمه اللاكتيز. تمام. اللاكتيز ده بيكسر اللاكتوز يحوله لجلوكوز وجلاكتوز اللي هي السكريات الأحادية، بتمتص عن طريق الدم وتبقى مصدر للطاقة. تمام. طيب افرض بقى حد عنده اللاكتيز انزيم ده اللي هو بيكسر اللاكتوز، سكر لاكتوز ناقص، هيحصل ايه؟ سكر اللاكتوز هيقف في الامعاء الدقيقه، مش هيفضل زي هيتكسر. هو مش هيتكسر. والامعاء الدقيقه مليئه بالبكتيريا، ملايين الكورونز بتاعت البكتيريا تمام. موجوده في الامعاء الدقيقه بالملايين. صح. فالبكتيريا بتحب السكر، فالبكتيريا هتقوم هاجمه على السكر اللاكتوز اللي هو متخزن عندها وما تكسرش ده، وتبتدي تعمل له فيرمنتيشن او تخمر، يبتدي يطلع منه غازات زي ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين وكده، وينفخ بطن العيان ويبقى مصدر للغازات والالم والاسهال واحساس الامتلاء، والعيان يبقى ايه متضايق جدا من موضوع شرب اللبن. صح. طيب انواع بقى اللاكتوز انتوليرانس او عدم تحمل اللاكتوز ده ايه؟ في نوع اولي برايمري، وده اكتر يعني ناس بنشوفها 70% من الحالات، اللي هو العيان اللي يقول لك يا دكتور مثلا يجي لك واحد عنده 20 سنه ولا حاجه يقول لك انا اللبن بقى بيضايقني، ما كانش بيضايقني يا دكتور، كنت بشرب لبن قبل كده وانا صغير وبعدين بقى بيضايقني. فلقوا ان اللاكتيز انزيم اللي هو بيكسر الانزيم اللاكتيز اللي بيكسر اللاكتوز ممكن مع العمر ينقص، يخلص، كان موجود وخلص. تمام. طيب فده طبعا حله انك تديله اللاكتيز انزيم ده في صوره اقراص وكده، ودي ادويه موجوده. ده النوع الاول اللي هو البرايمري. النوع الثاني بيبقى نوع ثانوي، وده بيبقى ثانوي لامراض الجهاز الهضمي اللي هي القولون التقرحي، الكرونز، التهاب، يعني اي نوع من التهابات الجهاز الهضمي ممكن ينتج عنها نقص في انزيم اللاكتيز. وفي نوع ثالث كونجنتال او وراثي، مولود بيه وده في الطفل ايفن ما بيستحملش لبن الام، يعني هو بيرضع لبن الام ينفخه ويضايق، تقول لك انا ما برضعه بيتنفخ وبيتعمل، وده بيبقى لهم فورمولا معينه. ايوه صح، في فورمولا للاطفال. وفي نوع رابع اسمه ديفلوبمنتال اللي هو بيجي برضو للاطفال اللي بيتولدوا بدري، يعني بيتولدوا مثلا من الاسبوع 28 للاسبوع 36 ولا حاجه، بيتولدوا بدري لان بيكون لسه اللاكتيز ما تكونش فيه معهم، وبعد كده ما بيكبروا بيتحسن. يبقى هم 4 انواع. البرايمري اللي هو الاولي وده اكتر نوع اللي هو كان موجود ونقص. السكندري الثانوي ده نتيجه امراض الجهاز الهضمي. الثالث كونجنتال بالخلقه مش موجود عنده. ورقم 1 رقم 4 الديفلوبمنتال اللي هو اما بيكبر البيبي اللي اتولد الدنيا بتتطور معاه. طيب في بقى انت بتقول لي الزبادي وبالذات الجريك يوجرت، لقوا ان هو فيه بكتيريا بتهضم اللاكتيز، فالعيان ممكن يقول لك اللبن بيضايقني والزبادي بيريحني، رغم ان هما الاثنين لبن، رغم ان الاثنين منتجات البان بالظبط، ولكن اللاكتيز اللاكتوز سكر اللاكتوز اللي موجود في الزبادي ده في بكتيريا معينه في الزبادي، وبالذات الزبادي اليوناني والحاجات دي بتهضم السكر ده، فما بيحتاجش لاكتيز، ما بيحصلوش فيرمنتيشن، ما بيحصلوش المشكله بتاعت فتلاقي العيان يقول لك انا اللبن بيتعبني والزبادي بيريح. وخلي بالك ان المنتجات الالبان مش بس اللبن والزبادي، لا ده الزبده والسمنه والجبن كلها بجميع انواعها، فهي بتبقى حاجات كتيره جدا. صح. يعني وطبعا دلوقتي بقى في ادويه فيها اللاكتيز انزيم اللي هو العيان بياخد الدواء بتاعه، اللاكتيز خلاص هيحل له المشكله، هيهضم اللاكتوز انزيم والمشكله دي لحد ما تتحل. المفاجاه بقى ان مصر مصنفة من أكتر الدول في العالم عندها حساسية اللاكتيز دي، يعني من أكتر الدول، مثلا 70-80% من الناس عندهم لاكتوز انتوليرانس وعندهم نقص في إنزيم اللاكتيز يعني. فمصر من البلاد الكتيرة جدا الكبيرة في الموضوع ده يعني.
ممكن يبقى ده انديكيشن ان في الجهاز الهضمي بتاع المصريين بالظبط بيعاني من مشاكل كتير. بالظبط ده برضو من احد الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا يعني. تمام يا دكتور.